اهلا بكم. مستر اوسيريو، عايز اتكلم باختصار شديد للغايه عن المؤتمر الصحفي لمستر اوسيريو امس. الراجل قدم مؤتمر صحفي عظمه وشياكه وحاجه تدرس وللتاريخ. الراجل كان قوي وكان شجاع وكان واضح فوق الخيال. الراجل قال قدام الجمهور وجاوب على كل الاسئله اللي بتتسال في الشارع الزملكاوي. الراجل عظمه وعمل مؤتمر صحفي من الكتاب. مستر اوسيريو قال ان هو قاعد مع اداره نادي الزمالك وطلب منهم 3 صفقات كاولويه، حاجه سوبر ما فيهاش نقاش ولا جدال ولا فصال. طلب منهم مهاجم قوي ومحطه ويكون قوي بدنيا في الالتحامات، وطلب منهم لاعب مدافع ايسر، وطلب منهم لاعب خط وسط. مستر اوسيريو قال للاداره بالحرف الواحد: انا ماليش اي علاقه بالهري والمشاكل الفاضيه بتاعتكم، ولا لي علاقه بالازمه الماليه اللي بيمر بيها النادي ولا الازمه الماديه. كلام كله لا يسمن ولا يغني من جوع. انتم مطالبين قدامي بالدعم والتدعيم لينا ولنادي الزمالك، ودي حاجه كويسه عملها مستر اوسيريو قدام الكل، وكويس انه اعلن عنها وسلم الاداره تسليم اهالي للجمهور. في حاجه كمان يستحق عليها الاشاده وشابوه مستر اوسيريو. تقول لي ايه؟ دافع عن مساعدينه المصريين وقال ان الناس دي بتأدي واجبها على اكمل وجه، ودي حاجه كويسه، وحمل لنفسه المسؤوليه كامله قدام الكل، وقال انا المسؤول الاول والاخير في اي اخفاق. مش كده كمان، طلب مساعد مسؤول دكتور تغذيه، واوسيريو راهن على طريقته وقال انه هيكمل بيها العام القادم بمشيئه الرحمن مع نادي الزمالك العظيم، ومحتاج التدعيمات اللي طلبها، وهتشوفوا زمالك جديد وزمالك مختلف. كل الدعم مستر اوسيريو. احب اقول لكم يا جدعان باختصار شديد للغايه. رقم 1 احمد عيد. احمد عيد لاعب الزمالك المعار لانبي رفض خلاص تفعيل البند العقد بشراء نهائي لانبي، رفضها وقال لك هرجع لبيتي. لاعب المنتخب الاولمبي، لاعب منتخب مصر تحت 23 عام في بطوله افريقيا في المغرب المؤهله لباريس 2024. لاعب قدم ماتشات من الكتاب ولاعب رجوله بكل ما تحمله الكلمه. محمود علاء خلاص خلص الاعاره في الاتحاد ورجع لبيته نادي الزمالك، ودلوقتي على فتره استعداد للبطوله العربيه بمشيئه الرحمن. صحيح انا بالنسبه لي محمود علاء مش لاعب دفاع توب، ولكن سبحان الله بالنسبه لي انا دلوقتي وفي الوقت ده الزمالك محتاج لكل ابنائه. الحاجه رقم 3 بالنسبه لي في اللعيبه، احب اقول لكم باختصار شديد للغايه: افضل عوده للمعارين هو حمدي علاء لاعب البنك الاهلي. لاعب روعه، لاعب استوى فنيا وبدنيا فوق الخيال، هيكون عنصر اساسي في منظومه خط وسط نادي الزمالك بمشيئه الرحمن. 4 بالنسبه لمحمد شحاته، لاعب منتخب مصر الاولمبي. فين العين الثاقبه وفين لجنه الكره وفين الناس اللي في دماغها كوره في نادي الزمالك؟ لاعب هيجي عليك ماديا بارقام قليله، ولاعب رايح في سكه انه يبقى لاعب عظيم ولاعب كبير ولاعب موهوب زي امام عاشور، وهيبقى افضل خط وسط في مصر ل10 سنين قدام. الناس دي ما بتفكر ازاي؟ حاجه غريبه فوق الخيال. احب اقول لكم باختصار شديد للغايه: جسم ايشو هو الوصف الدقيق للموهوب في مصر. لاعب رايح في سكه ايمن حفني. نتمنى بمشيئه الرحمن بدايه تصحيح المسار لنادي الزمالك العظيم. نتمنى من الدوله انتخابات نزيهه ومبكره لمجلس اداره نادي الزمالك بكوادر جديده، حاجه تكون تليق بشكل وكيان نادي الزمالك العظيم. دمتم في امان الله.